السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هشرح لكم خدعه قويه اسمها ترس، والخدعه اسمها ترس بسبب ان هي عباره عن خطوات كتير انت بتعملها وفي الاخر بتتوقع كل نتيجه الخطوات دي. وميزه الخدعه دي انها سهله جدا، اي شخص في العالم حرفيا يقدر يعملها، وكمان انت ما بتلمسش الكوتشينه طول الخدعه، وكمان تقدر تتحدى اي شخص ان هو يكشفها، مش هيعرف يكشفها، وانا واثق من اللي انا بقوله لك. مع ان انا طبعا ضد موضوع التحديات، لان انت كفنان خداع بصري لو تحديت حد المفروض تكون قادر انك تهزمه، بس انا ما بؤمنش او ما بحبش التحدي في المجال ده، لان هو مش تحدي خالص. فعشان ما اطولش عليك يلا بينا نشوف الخدعه وبعد كده نشوف الشرح. جاب لكم ترابيزه المره دي عشان خاطر محتاجين ترابيزه. بعد كده الكوتشينه، هنحتاج كوتشينه. اطلب من الشخص اللي قدامي انه يفنط الكوتشينه او انت تفنطها عادي، مش هتفرق. زي ما انتم شايفين الكوتشينه كلها ايه، ارقام مختلفه اهو، كلها ارقام مختلفه ومفيش اي تلاعب في اي حاجه. تمام، دلوقتي انا هكتب توقع قدامي. التوقع هو 7 سبيدز. انا هنا عشان مش معايا ورقه فمش عارف اكتب فيها التوقع يعني، فانا بقول لكم التوقع بتاعي هو 7 سبيدز. هنرجع للكارت ده بعد شويه. انا دلوقتي مش هلمس الكوتشينه، الناس هم اصلا اللي فنطت الكوتشينه. هدي لكل واحد الكوتشينه يقسم عند اي كارت. خلاص اهو، يقسم عند اي كارت اهو واهو. تمام. دلوقتي تعالوا نشوف الاربع كروت. هنا 3 8 بنت وبنت كمان، 8 و3 وبنت زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. طيب ايه اكبر رقم في الكروت؟ طبعا اكبر رقم هو 10، واحنا هنعتبر الصور 10 برضو. فاحنا بالتالي دلوقتي محتاجين ان احنا نعد على كل كارت العدد اللي هيوصلنا ل10. يعني سي انت عندك 8 يبقى انت محتاج تعد كارتين، فانا هنا هعد 2 1 2. هنا بنت فمش هعد حاجه. هنا 3 فهعد 7 1 2 3 4 5 6 7. وهنا برضو بنت مش هعد اي حاجه. دلوقتي هاخد الكروت دي اهو اللي انا عديتها دي هنا عندي اهو بالمنظر ده، وبعد كده هجمع الكروت دي كلها. عندي 10 و10 20 20 و8 28 و3 31. يبقى انا هعد 31 كارت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 30 ويطلع عندي 31. هو 7 سبيدز، كروت كلها ارقام مختلفه، ودي الكروت اللي الشخص مختارهم، وبالتالي انا عارف ان مجموعهم في الاخر هيوصلنا ل7. خدعه بجد قويه جدا وسيلف ووركينج، يعني بتشتغل لوحدها. انت حرفيا مش محتاج غير خطوه بسيطه جدا، والباقي بقى مش انت المتحكم فيه. الناس كلها هي اللي بتمسك الكوتشينه، هي اللي بتفنط، هي اللي بتوزع الكروت، هي اللي بتختار الكروت، وفي الاخر انت قاعد زي الباشا. التوقع بتاعك بيطلع نفس الكارت اللي انت بتوصل له في الاخر. عشان كده انا سميت الخدعه دي ترس. جاهزين نشوف الشرح؟ يلا بينا. بس قبل ما اشرح لكم الخدعه دي، انزل دلوقتي حالا اعمل لايك للفيديو ده واعمل سبسكرايب في القناه وفعل زرار الجرس علشان خاطر يوصل لك كل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. ولو انت لسه ما شفتش سلسله دون جوان ولا قرار تشريح، ادخل دلوقتي على قائمه بلاي ليست. هتلاقي عندك 3 بلاي ليست، واحده اسمها دون جوان، واحده اسمها قرار تشريح، وواحده اسمها شرح. كل دول مليانين خدع. ادخل اتفرج، صدقني هتستفاد جدا وهتشوف حاجات مش هتشوفها في اي مكان تاني. محتاج دعمكم جدا الفتره الجايه، فيا ريت محدش يبخل عليا بلايك ولا سبسكرايب، وان شاء الله وعدكم دايما فيديوهات قويه وجديده. يلا عشان ما اطولش عليكم يلا نشوف الشرح. اول حاجه يا سيدي، انت بتحتاج كوتشينه 52 كارت. اهم حاجه ان الكوتشينه تكون كامله. بعد كده تطلب من الشخص ان هو يفنط الكروت، وبعد ما يفنط الكروت انت كل اللي عليك تحفظه في الموضوع كله انك تحفظ الكارت التاسع من تحت. انا في الحاله دي ممكن افرد الكوتشينه قدام الناس واوريهم ان الكوتشينه كلها متلخبطه، وابدا اعد 9 كروت. ادي 3 4 5 6 7 8 9. يبقى الكارت التاسع عندي اللي هو 5 دايموندز. او ممكن طريقه تانية زي ما انا عملت، ان بعد ما الشخص يفنط الكروت ابدا امشي على الكروت واقول له بص الكوتشينه كلها متلخبطه وكلها ارقام مختلفه، وانا بفر على كارت هبدا احفظ الكارت التاسع. يعني كده بص اهو، هلخبط اهو عشان تفهموا قصدي. بص الكوتشينه كلها متلخبطه زي ما انتم شايفين كده. انا حفظت 4 دايموندز. بعمل ايه؟ بعد 3 في 3 3 في 3، والكارت الثالث في ثالث باك بحفظه. خلاص يعني كده تاني، 3 في 3 في 3، والتالت انا ايدي عليه اهو بحفظه. بعد كده افضل اكمل عادي. وانا بكمل خلاص انا حفظت الكارت في مخي. بوريهم ان الكوتشينه كلها مختلفه مش عارف ايه. لو حد حابب يتاكد بتاع، حط الكروت، طلع موبايلك او طلع ورقه وقلم واكتب فيها 4 دايموندز نفس الكارت اللي انت شفته. بعد كده هتمشي على الخطوات التاليه، انك تخلي الشخص يقسم من اي مكان ويطلع كارت. الشخص اللي بعده يطلع كارت، الشخص اللي بعده يطلع كارت، والشخص الاخير يطلع كارت. الفكره كلها هو انك تخلي الشخص يختار كروت من فوق ال9 كروت الاخر. مش احنا قلنا ان احنا عندنا 8 كروت، بعد كده 4 دايموندز؟
عشان الخدعه دي تظبط هو محتاج ينقي الاربع كروت من الباك دي، من الحبه دول، فاهم؟ اهو زي ما انتم شايفين اهو من الحبه دول، يعني لازم ما يمشيش او ينزل على تحت ويختار، لا لازم من فوق. فعشان كده انا بدي الشخص الكروت، انا بحب الطريقه دي، اقول له اقسم من اي مكان، فيحس ان هو اختار براحته، لان هو لما يقسم بنسبه كبيره هيقسم من نص الكروت، من الشويه اللي فوق كده يعني. ولو انت لقيته بيقسم عند تحت، قرب من تحت، قول له لا لا، عايزك تحاول تخلي القسمه عشوائيه اكتر، يعني متساويه، يعني مثلا كده، فاهم؟ او كده، تمام؟ مش من تحت قوي يعني. فالخدعه في الطبيعي هو انك مثلا بتقول للشخص قول لي ستوب، وانت بنفسك بتتحكم في انك تنزل التسع كروت، بعد كده انت خلاص مرتاح بقى ان هو يوقفك في اي مكان. بس انا بحب اخليها ان الشخص هو اللي اختار كل حاجه، فيحس ان كان قدامه انه اختار اي كارت، فبديله الكروت اقول له اقسم، فبيقسم اهو من اي مكان. مثلا هنا هيحط كارت 7، واحد تاني هيحط كارت اللي هو 5، واحد تالت هيحط كارت اللي هو 1، واحد تالت هيحط كارت اللي هو 10. تمام؟ طيب، وفي الحاله دي زي ما قلت لكم ان اي كارت صوره عندنا سواء ولد او بنت او شايب بنحسبه ب10، وال10 بنحسبها ب10، والواحد بنحسبه بواحد. تمام كده؟ تمام. بحط الكروت قدامي وببدا اقول له ايه الجاستيفيكيشن هنا بتاع ان انا بعد كماله العشره. هي طبعا الخدعه كلها معتمده على معادله رياضيه، انا مش عايزك تعرف الموضوع ده، مش فارق معايا، انا بس عايزك تعرف او تفهمه ان انت ليه بتعد على الخمسه 5، وبتعد على السبعه 3، وبتعد على الواحد 9، فاهم؟ هتقول له لان اكبر كارت او اكبر رقم عندنا في الكوتشينه هو 10، فانا بالتالي هحاول اوصل كل كارت من دول ل10. هنا 0 مش هزود حاجه، هنا 5 فهنزل 5 من فوق طبعا، 1 2 3 4 5. هنا هنزل 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهنا هنزل 3، 1 2 3. في الاخر هتاخد الكروت دي على بعض بالشكل ده، تحطهم تحت، وبعد كده تجمع دول 7 و5 12، 12 و1 13، و10 23. هتعدي 23 كارت، دايما هتلاقيك وقفت عند الكارت اللي هو 4 دايموندز اللي قلنا عليه من البدايه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 1 2 3. حرفيا انت مش محتاج غير انك تمشي على الخطوات وتفهم كل اللي انا شرحته لك، هتلاقي الخدعه مشيت معاك بكل سهوله. طول ما انت بتأديها بشكل مقنع واحترافي، عمر ما الشخص هيقدر يكتشف السر بتاعها، ولا حتى انه يعمل فلاش باك ويرجع يفتكر هو كان عمل ايه، هو اختار ايه وعمل. عمر ما فيه اي حد هيعرف سر الخدعه دي. لو انت حرفيا قاعد في جروب فيه 20 شخص وخليت ال20 يشاركوا معاك عن طريق ان انت في البدايه خالص تدي كل شويه كروت لناس تلخبطها. سي مثلا عندك اهو جروب مكون من 20 شخص، اديت لاول واحد 4 كروت يلخبطهم، تاني واحد 4 كروت يلخبطهم، تالت واحد 4 كروت يلخبطهم، وهكذا. حرفيا خليت كل الجروب يفنط. بعد كده يجمعوا كروت تاني يحطوها. بعد كده تاخد ناس تانية ما شاركتش خالص تقول لهم، طبعا قبل ما تقول لهم هتفرد الكروت، تحفظ الكارت التاسع من تحت، تقفل الكروت وتقول لهم كل واحد فيكم، بس اهم حاجه تهتم بالجاستيفيكيشن. جاستيفيكيشن يعني سبب، ايه السبب اللي يخليك تفرد الكروت؟ انك بتقول لهم الكوتشينه كلها ارقام مختلفه، وفي الحاله دي وانت بتقول لهم ان الكوتشينه كلها ارقام مختلفه بتحفظ الكارت التاسع من تحت. بعد كده تضم، تدي لكل واحد يقسم من مكان، يطلع كارت، تخلي 4 غيرهم خالص يشاركوا عن طريق ان هم يعدوا الفرق. بعد ما يعدوا الفرق تاخد كل الكروت اللي جمعتها تحطها تحت، وتجمع الكروت اللي تم اختيارهم، اللي هو مثلا 1 و7 و5 و10، هتجمعهم هيدوك 23. هتعد 23 كارت من فوق، هتلاقي الكارت رقم 23 هو الكارت التاسع اللي انت حفظته من البدايه. بس كده، ده كان كل حاجه في الخدعه. اتمنى بجد تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو ما فهمتوش حاجه تقدروا تعيدوا الفيديو تاني. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، وتعمل سبسكرايب في القناه، وتعمل لي فولو على اكونتات السوشيال ميديا بتاعتي، انستجرام وفيسبوك وتيك توك. هسيب لكم اللينكات كلها تحت في الديسكربشن. ولو حابب تسجل معايا في المتابعه الاسبوعيه، المتابعه دي بعملها مع جروب فيه 50 شخص، كلنا بنستفاد من بعض. اللي عنده اي سؤال حابب يسالني شخصيا بنتكلم فيس تو فيس، بيسالني براحته. اللي عنده مشكله في الماجيك بقدر اساعده ان هو يحلها، وكمان بشرح خدعه حصريه مش لاي حد غير للجروب اللي معايا ده. لو مهتم تحجز معايا ابعت لي رساله على رقم الواتساب اللي هيظهر قدامك على الشاشه، وانا هرد عليك بكل التفاصيل. وحرفيا سعر المتابعه دي رمزي جدا، اي شخص مهما كان سنه يقدر على المتابعه دي. وبس كده، بحبكم جدا، شكرا ليكم، السلام عليكم.